خلينا اتكلم معاك شوية عن وضع الحدود. ولا مش جاية اتكلم معاك اقولك اتعلم تقول لا، انا هتكلم معاك عن الحدود بشكل مختلف. لو انت دلوقتي بتتناقش مع حد والحد ده بيعلي صوته عليك وبيتكلم باسلوب مش مقبول بالنسبة لك، وانت قلت له وطي صوتك، الاسلوب بتاعك ده مش مقبول، ما وطاش صوته وما غيرش طريقة كلامه، هتعمل ايه؟ ده اللي انا عايزة اتكلم معاك فيه. لما تلاقي حد بيعمل تصرف ما، على صوته، اتكلم معاك باسلوب مش مقبول، في اي حاجه قلق حصلت، هتبدا تعمل انك تقول له انا هسيبك دلوقتي، هننهي النقاش بتاعنا دلوقتي وهنرجع نتكلم تاني واحنا اهدى عشان اسلوب نقاشنا يكون احسن من كده. انت هنا حطيت حدود بانك عملت فعل يخليك تحمي نفسك من الاسلوب اللي حسسك باستياء. مش بس انك قلت لحد لا والله انا مش عايزك تكلمني كده، طب ما هو ممكن يقول طز في اللا اللي انت بتقولها ويكمل زعيق عادي. هديلك مثال مختلف عشان تفهم اكتر. في حد دلوقتي اختفى شوية من حياتك وانت بعت قلت له لو ما ردتش عليا دلوقتي انا هعمل لك بلوك. طب ماذا لو هو ما ردش فعلا وانت عملت البلوك؟ طيب، هو الحدود مش تهديد. وضع الحدود مش انك تقعد تهدد في حد. احنا قلنا ومتفقين ان الحدود موجودة عشان تحميك في موقف زي ده. تقدر انك تبعت رسالة للشخص اللي مش بيرد عليك ده وتقول له لما انت بتختفي او مش بسمع منك او بشوف منك رسائل بعد نقاش غير مريح بينا، انا ببدأ اتوتر وادخل في دوامة. بس فانا كنت حابب ان احنا نتكلم، وانا محتاج ان انا اخد مسافة واهدي نفسي قبل ما ابدأ ان انا اتكلم معاك وادور عليك بعد النقاش الصعب ده. هنا انت حطيت حدود، والحدود دي هي في الاول اللي اتحطت ليك انت، ان انت مش بتدور طول الوقت على انك تهدى عند الشخص التاني. انت بتهدي نفسك الاول وبعدين بتروح تتكلم مع شخص تاني وانت خلاص اوريدي بقيت هادي وعارف ان كلامك دلوقتي هيطلع بشكل موزون. فانت مش مطلوب منك تهدد حد عشان تقول انا بقيت احط حدود وبقيت تمام. ثالث مثال عشان تفهم اكتر. الحدود استمرارية. يعني لو انت دلوقتي في علاقة مع صديق، مع شريك حياتك، مع اي شخص، وانت حاسس ان انت جيت على نفسك قوي 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 قوي، ما ينفعش انك تروح من منتهى الصبر ومنتهى التسامح ومنتهى التفاني لفجأة هشد الفيشة وهقلب الترابيزة. انت محتاج انك دلوقتي تبدأ تستوعب انه انت اللي جيت على نفسك، مش حد اللي اجبرك انك تيجي على نفسك. فهتبدأ تكلم الشخص ده، مش انك تقوله خلاص انا هسيبك، احنا قصتنا خلصت، احنا مش هنتكلم تاني. انت تقدر تقول انا عشان اكمل في العلاقة دي جيت على نفسي، وان انا اجي على نفسي ده حسسني باستياء، فانا قررت ان انا هتصرف بشكل مختلف وهبدأ اعبر عن احتياجاتي، لاني لما جيت على نفسي كتير ده تعبني نفسيا وانا مش حابب اني اعمل كده تاني مع نفسي. انت هنا حطيت حدود. في الثلاث مواقف دول انت حطيت حدود حقيقية، مش بس انك قلت لا، انت حطيت الاول الحد لنفسك عشان تتعامل مع المواقف بشكل مختلف. لان لو انا بتعامل كل مرة بنفس الشكل، ازاي هستنى نتائج مختلفة؟ عشان كده كنت عايزاك تفهم ان الحدود مش انذارات ومش تهديدات بتقولها، الحدود افعال بتحميك في الاول وفي الاخر. لو تعرف حد محتاج يسمع الكلام ده ما تنساش تبعتهوله.